ايه ده يا وليه؟ انت بتحط ايه على الاكل؟ الأم بتستعين بحاجات غريبة جدا عشان تخرب علاقة الزوج ببنتها. يا ريت نكمل أحداث القصة للآخر وكلنا نصلي على النبي واعملوا شير شجعونا على فعل الخير. انا مش فاهم بجد في ايه؟ هو في ايه؟ لا انا بجد مستغربك من ساعة ما امك جيت تقعد عندنا وانت متغيرة. امك عامله لك ايه يا امي؟ انت عارفة كويس ان امك ما بتحبنيش وعايزاكي لابن خالتك من ساعة لما رجع من السفر، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، بس الموضوع ده كان قديم وفات. لا ما فاتش ومفيش حاجة قديمة وكل حاجة هفتحها النهاردة. بتاع ايه تعزمه في بيتي؟ بيتك بلا خيبة؟ شايفة اسلوبك بقى عامل ازاي؟ ما هو من ساعة ما امك جيت البيت هنا وانت اتغيرتي وبقيتي تتعصبي عليا وبقيتي تقولي لي كلام ملوش لازمة. وماله؟ انا اصلا مش طايقه نفسي، والاخر ما بقول لك يا مصطفى اوعى تزعل امي وابن خالتي. طيب تمام ماشي. وماله؟ صباح الخير يا حماتي. ما تقوليش يا حماتي، قولي يا ماما. ماما؟ معلش بقى يا حماتي، اصل مش متعود على الحنية دي. ليه بس؟ ده انا بعتبرك كأنك ابني مش جوز بنتي. طب بقول لك يا حماتي، انت عارفه ان العيشه ضيقه والمرتب على قد الايد، يعني يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، وشايفك كده ما شاء الله راحه جايه على التلاجة وكانه مال سايب. ما بالراحه كده شويه عشان نعيش ونتعايش. انت هتحسدني يا مصطفى على اللقمه اللي انا باكلها وحبيتين الفاكهه اللي انا بنقنق فيهم؟ انا ما اقصدش حاجه بس. ما تقصدش ايه؟ ما انت تقصد اهو، ما انت عمال بتقول لي انت بتاكلي اللي في التلاجة ومش عارفه. انا يا مصطفى اصل الحاجه دي بتقعد معانا شهرين وانت بتخلصيها في يومين. انا بخلصها في يومين يا مصطفى؟ ايوه انت يا حماتي. انت ظالمني. تلاقي القطط هي اللي بتاكلها. قطط برضه يا حماتي؟ ايوه القطط، ما في قطه في الجيران بتدخل كل يوم بتاكل الاكل. والقطه برضه هتفتح التلاجة؟ التلاجة بتبقى مفتوحه يا مصطفى، في ايه؟ ايوه يا حماتي، ايوه صح. هو انا هاخد منك حق ولا باطل؟ عموما يا حماتي اللي انت شايفاه صح. حماتك؟ قصدي يا ماما. عموما انا نازل دلوقتي عشان عندي شغل، استأذنك. كده يا مصطفى بقى انا باكل الاكل بتبصيلي في الاكل اللي باكله؟ ماشي يا جوز بنتي. يا ماما هو ايه ده بس اللي انت عملتيه ده يا ماما؟ عملتي ايه بس؟ قوليلي عملتي ايه؟ عزمت ابن اختي اللي ما عادش له حد غيرنا بعد وفاه امه وجاي من بره معاه قش وش، ولا العربيه البي ام دي. يا لهوي انت عبيطه فقريه يا ماما. ما هو مصطفى اتضايق قوي، ما كانش له لزوم يا ماما اللي انت تعزمي ابن خالتي. وبعدين بقى يا ماما بصراحة كده أنا بقيت بحس بحاجة غريبة بتحصل. حاجه غريبه؟ هي ايه اللي غريبه؟ بقيت بتعامل مع مصطفى يا ماما بطريقه وحشه قوي، ما بقيتش طايقه ريحته ولا طايقه اشوفه في البيت. ليه بس كده؟ اكيد هو بيزعلك صح؟ اكيد بيزعلك. ما هو يستاهل. بقولك ايه، ابن خالتك جاي من بره وجايب لك هديه حلوه، عايزاكي كده تلبسي وتتغندري كده اشيك ما عندك. ده جايب لك هديه ايه؟ هو بيحب السلطة. ايه ده يا وليه؟ انت بتحط ايه على الاكل؟
لا مفيش حاجه، ما بحطش حاجه، ده انا بعمل لك السلطه اللي انت بتحبها. انت بتعملي لنا عمل يا وليه؟ انت عايزه تخربي البيت؟ عمل ايه؟ لا طبعا. ليه الكلام ده يا مصطفى؟ انا عارف اصلا ان انت مش سهل، انا كنت عارف كده. ماشي، حسابي معاكي بعدين. ايه يا ماما وماله مصطفى بيزعق كده ليه؟ خير في ايه؟ مش عارفه يا بنتي، انا قاعده بحضر العشاء اللي بيحبه، لقيته جاي بيزعق لي وبيقول لي معرفش ايه وانت بتعملي ايه، مع اني انا بعمل له العشاء اللي بيحبه. حقك عليا انا يا حبيبتي، ما تتعبيش نفسك. تعالي بس يلا انت اطلعي اقعدي بره وانا هكمل انا بقيه الاكل الجميل ده. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ما تحرمش منها. مالي الخطة ماشية زي ما اتفقنا تمام. والبت بدأت تكرهه. انت اولى بالغريب، انت ابن اختي. يلا تعال، مع السلامة. برافو عليك يا حماتي، احسنتي. الخطه ماشيه زي ما انت دبرتيها بالظبط. انت عملت العمل ورنيت على ابن اختك عشان يجي. طب وليه التعب والمجهود ده؟ خدي يا حبيبتي بنتك ورن على ابن اختك يجيلكم عندكم في البيت، عشان ابقى وفرت عليكي تعب ومجهود كبير. انا سمعت كل حاجه. ليه يا امي كده؟ ليه تفرقي ما بيني وما بين جوزي؟ ليه بتعملي كده؟ انا فكرت ان انا بعمل لمصلحتك، وفكرت ان لما ابن اختي يتجوزك يبقى هو هيسعدك، لكن تفكيري غلط. حقك عليا، ما تزعليش مني. ما ينفعش يا امي يا حبيبتي بعد اللي انت عملتيه تكوني قاعده معانا هنا في البيت. روحي بيتك وانا من وقت للتاني هبقى اجي ازورك. عندك حق يا بنتي، انا اسفه. حقك عليا يا مصطفى، ما تزعلش مني. انا غلطت، ما تزعليش مني. انا همشي لان انا فعلا غلطانه، بس ابقي زوري، ده انا وحدانيه ومش هتشوفوني هنا تاني، ده عقابي. يا رب تكون الرسالة عجبتكم. اللي مستني الرسالة اللي جاية يا ريت يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات. فضلا وليس أمرا اعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.